بشكر دار الثقافه الجديده انها هي اللي غمرت وهي اللي طلبت، والاستاذ الاديب الكبير سمع الله ابراهيم هو الحقيقه اللي بادر واتصل بيا وطلب مني كتاب. الكلام ده من حوالي شهرين تقريبا، وتقريبا كان اسرع كتاب. والكتاب الحقيقه ده كان جاهز من سنه 2017 وانا اديته لانه ما كانش رد مباشر على رئيس الجمهوريه زي ما حصل في الكتاب الاولاني. كان رد مباشر، هل مصر بلد فقير حقا، ورد عليه وكشف بالحقائق والارقام ان مصر بلد غني وان انتوا اللي مش عارفين تديروها. كان واضح يعني مفيش كلام. هو ده جه بعد الكتاب ده قبليه، وانا كنت مديه لهيئه الكتاب لانه كان في اتفاق جنتلمان مع وزير الثقافه السابق ومع رئيس هيئه الكتاب السابق الدكتور احمد مجاهد، وبعدها جه حلمي النمنم، ثم جه الدكتور هيثم، بانه كل سنه يطبعوا لي كتاب، لانه المنتج الاقتصادي في هيئه الكتاب قليل من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هم اعتبروا انه انتاجي وبصفه خاصه يعني هم التفتوا قوي لشغلي، يعني برغم ان انا كان ليا حوالي 54 كتاب سابق، لكن التفتوا قوي لما عملت كتاب اقتصاديات تنظيم الاخوان المسلمين في مصر وفي الخارج. انا حمدي اتفضل. فالتفتوا له انه كان اول دراسه من نوعها سواء باللغه العربيه او باللغه الاجنبيه بتتناول بشكل علمي واكاديمي منضبط الى حد كبير مصادر ايرادات هذا التنظيم واوجه الانفاق المختلفه له. وحصل الكتاب وانا كنت وقتها مسافر خارج مصر، اتصلوا بيا وزير الثقافه والدكتور احمد مجاهد وقالوا لي ان الكتاب حصل على احسن كتاب صادر في معرض كتاب سنه 2015 فبراير 2015 في مجال العلوم الاجتماعيه وحاجات بالشكل ده، وخدت جايزه 10,000 جنيه. حتى يعني ايه المدام بتاعتي راحت استلمت الجايزه وصرفت. لا هي كانت امينه. اصل هو كان شيك بالاسم. انا معايا الفيزا على طول، حالات السفر الفيزا تبقى معايا. ماشي حضرتك. فبعدها بدا يبقى في اتفاق جنتلمان كده انه يطبعوا لي كتاب. الكتاب ده من ساعه ما راح وقع في ايد واحده هي اديبه انا ما قريتلهاش حاجه الحقيقه، اسمها دكتوره سير مصطفى. هي ماسكه اداره النشر وهي بتقول على روحها باستمرار وبتفاخر انها سيساويه. وعرضت شغلي ده على واحد من يعني من نكرات مدرس الاقتصاد في الجامعه، وكان في الحزب الوطني وفي لجنه السياسات وبتاع، واحد يعني تافه ملوش انتاج علمي محترم في مجال الادبيات الاقتصاديه. فقال لا ما تنشروش. فبدات تلعبني، يعني قعدت سنتين من 2000 اوائل 2017 تلعبني في الكتاب ده. لا طيب حاضر ربنا يسهل حاجه بالشكل ده يعني، وهي مش ناويه تنشره. لغايه ما تفضل الدكتور الاديب الكبير الاستاذ سمع الله ابراهيم وطلب مني كتاب واسقط في يدي. اولا انا عندي يعني عدد من الكتب لم تنشر بعد، بس بعضها هيبقى حرج جدا وصعب على دار نشر ممكن يغلق. زي كتاب مثلا انا عامله دلوقتي حوالي 350 صفحه اسمه الاقتصاد المصري بين حكم الاخوان وحكم الجنرالات. حتى لما بنزل صوره الغلاف بتاعه هو لسه ما اتنشرش، لكن انزل صوره الغلاف على صفحتي مفيش 5 دقايق والاقيها طارت. كذا مره اعملها في الصفحه دي وفي الصفحه دي الاقيهم طارت. فهم اذا كانوا مش قادرين يتحملوا غلاف لكتاب عليه الشاره بتاعت الاخوان المسلمين والكاب بتاع الضباط، فالمؤكد انه مش هيتحملوا الكتاب. فانا على طول افتكرت لما الاستاذ سمع الله كلمني وقال لي، افتكرت الكتاب ده واديته له، وفعلا في خلال اقل من شهر كنا يعني بصدد هذا الكتاب اللي الحقيقه معمول بشكل ممتاز من حيث الطباعه والاعداد. صحيح في 3 اخطاء مطبعيه عايز اقول لكم عليهم برضو يعني لانها مهمه، لانها يعني وانا نزلتهم على صفحتي بس هقول لكم عليها. لكن الغلاف ممتاز، الورق ممتاز، الطباعه ممتازه. في الحقيقه انا بشكر دار الثقافه الجديده على يعني هذا الجهد والتبني. بشكركم طبعا، لكن انتوا اهل دار يعني، يعني انتوا فوق مستوى الشكر، لانه يعني انا بعتبر كل الحاضرين النهارده واللي حضرت لهم ندوات سابقه في بعض المواقف هم زي واكثر مناظرين، بس كل واحد مننا بالادوات المتاحه لديه. انا الادوات المتاحه لدي هي البحث
في مجال الاقتصاد وفي مجال السياسه واحيانا في مجال القانون بحكم طلب التخصص، وبكتب وبطلع سواء تحليل ونقد للسياسات الراهنه، او الاهم من التحليل والنقد هو تقديم السياسات البديله. يعني في كل كتاب كنت حريص على ان انا اقدم مجموعه من السياسات البديله، مش كلها في كتاب واحد، لكن لو جرى جمع يعني كتير من مؤلفاتي خاصه في ال 15 سنه او في 10 سنين الاخيره، هكتشف ان احنا لو طلعناهم كلهم كده وحطيناهم، وانا بعمل كده دلوقتي فعلا، سواء في مجال البترول، في مجال السياسه الزراعيه، في مجال كذا. ومعانا استاذنا الدكتور سعيد سليمان، احد علمائنا اللي ابتكر يعني بذره، مش كده يا دكتور سعيد؟ بذره مش كده، بذره ترابي 1 و2 و3 و4 لانتاج او لاستزراع الرز في بيئه شبه جافه او قليله الماء. يعني ابتكار مهم، وبقاله سنين بيناضل ضد مافيا وجماعه مركز البحوث الزراعيه اللي مرتبطين بشكل كامل من سنوات طويله بالسياسات الامريكيه في مجال الزراعه وغير الامريكيه. فالحقيقه في كل كتاب من كتبي كنت حريص على ان انزل يبقى فيه فصل سواء كبير شويه او صغير بيقدم بعض السياسات البديله، سواء في مجال الموازنه العامه للدوله، في مجال اصلاح قطاع البترول والغاز، في مجال السياسات الزراعيه، في مجال التصنيع الى اخره. والكتاب ده برضه نفس الشيء. الحقيقه انه الكتاب ده دي حكايته يعني بشكل سريع، بس عايز اقول لكم كمان من ضمن الحصار اللي احنا تعرضنا له وانا ما اعرفش، كنت في اطار سياق مجموعه من الكتاب دول محطوطين في خانه معينه لابد من حصارهم ولا ايه، لكن في سنه 2014 بعد ما تولى الرئيس الحالي منصب رئيس الجمهوريه، طلبت مني جريده الوطن وقتها ان انا اكتب مقال اسبوعي لا يزيد عن 500 كلمه. فكتبت اول مقاله وهي كانت هتبقى سلسله مقالات حوالين ماذا يطلب الشعب من الرئيس الجديد. بشخص فيه المشكله الاقتصاديه من وجهه نظر تنمويه، مش من وجهه نظر بتوع البورصه وسوق الاوراق الماليه اللي هم المحيطين بيه اللي انا مسميهم البورصجيه. والحقيقه التعبير ده انتشر عنهم لان هم فعلا مجموعه بورصجيه ما لهمش علاقه لا بالتخطيط ولا بالتنميه، هم اقرب لعقل وفكر الصفقات والبورصه. البورصه طلعت، البورصه نزلت، لكنهم مش بتوع تخطيط وتنميه، ومعادين لفكره التخطيط والتنميه باعتبارهم انهم بتوع السوق. هم دول بتوع اقتصاد السوق واليات العرض والطلب الى اخره. فالمهم نشرت اول مقال، وبعدين تصادف انه رئيس الجمهوريه الحالي وقف يتكلم عن ازمه الكهرباء لو تفتكروا، وقال دي ازمه كبيره ودي عايزه 130 مليار جنيه. وهو قبل كده كان طلع في كذا ازمه برضه وقال ده عايز 500 مليار وده عايز 300 مليار وده عايز. يعني نوع من الخطاب هو اولا يحمل قدر من التعجيز للناس، اثنين يحمل قدر من التبرير للعجز، سواء عجز السياسات السابقه قبل هو ما يجي او حتى بالنسبه لي. فانا كتبت رد على المقال على الكلام ده اسمه ازمه الرئيس والكهرباء، وشرحت قلت وانا ما بشتمش في المقال، وانا ناشر المقال ده انا تعمدت ان انا انشره هنا علشان اوضح انه ده اسلوبي في الكتاب، انا ما بشتمش حد. حتى وقتها انا ما كنتش معادي له صار، انا ما كنتش معاه من اللحظه الاولى الامانه يعني، لكن ما كنتش ضده. كنا شايفين ان في التناقض الرئيسي والمعركه الرئيسيه ضد الاخوان المسلمين وارهابهم وعنفهم ومن لف لفهم، لكن ما كنتش معاه انه يتولى الحكم يعني، لكن ما كنتش ضده. فحتى المقال لما تشوفوه تلاقوني بتكلم بشكل مؤدب جدا انه الراجل ورث قطاع الخدمات شبه منهار من ايام النظام السابق وهو ما يتحملش مسؤوليته، لكن في نمط في الخطاب الرسمي اللي بيتولاه الرئيس هو زي ما قلت كده، هو قد يحمل قدر من التبرير وفي نفس الوقت تعجيز. لان انت لما تبقى عايز 130 مليار عشان تنهض بقطاع الكهرباء، انت مش عايزه قبض جزم النهارده، انت عايزه على مدار عده سنوات، وبالتالي فكره انك تصدر الرقم للناس عشان تعجزه من الناس، مش كل الناس بتفهم اقتصاد. فبالتالي ده خطأ. الخطأ الثاني انك انت عندك بدائل ثانيه، وانا قدمت بدائل بالارقام. قلت لو جرى اداره حوار سريع ومجتمعي والناس ممكن تتفهم ده، احنا عندنا حوالي 250,000
قصر وفيلا وشاليه سياحي فاخر، وانشئوا من سنه 80 لغايه 2011. وانا عندي حصر كامل بيهم وطلعت بيهم كتاب اسمه عشش وقصور. عملت اول حصر من نوع وربما اخر حصر، يعني انا عملت الدراسه دي ومتصوره انه في حد تاني بعديه ممكن يكمل، وحصرنا كل الكومباوندز المنتجعات السكنيه الفاخره، عدد القصور ومساحتها واسعارها وحاجات بالشكل ده. واكتشفنا ان المصريين اشتروا فيلات وقصور وشاليات سياحيه من سنه 1980 لغايه ما قامت الثوره 2011 بحوالي 415 مليار جنيه. ده حد ادنى، ممكن يزيد عن كده، لان اللي كنا حاسبينه ب 3 4 5 مليون جنيه فيلا دلوقتي بقت ب 15 واكثر او 20 وهكذا. فقلنا ده الحد الادنى، وعملناها في ضوء اسس يعني رياضيه وعلميه الى اخره. فقلت بالتالي لو هو طلع قانون الزم كل اصحاب الوحدات السكنيه الفاخره بانهم يجيبوا وحده طاقه شمسيه، هتكلف عليهم 10,000 20 30,000، مش مبلغ كبير بالنسبه للي عنده قصر او فيلا بالمبالغ بالملايين يعني. فبالتالي ممكن يوفر لنا يعني 1 ميجا وات 1000 ميجا وات ساعه في السنه او اقل او اكتر، يعني ممكن نحسبها. فقدمت عدد من البدائل، فوجئت انه المقال اللي بعديه في الاسبوع اللي بعده بعته ما نشروش وما اعتذروش وسكتوا وماتوا ما اتكلموش خالص. لا يعني. وعرفت بعد كده انه جالهم تليفون من الحاكم الفعلي لهذه البلاد انه فلان ده ما يكتبش او وقفوا. ففعلا وقفوا وخلاص على كده. حتى فلوسي عندهم ما خدتهاش لغايه دلوقتي. والله اللي يعرف يقابل مالك مجلاب وصديقه علاء الغريفي يقول له انا ليه عندهم 3 مقالتين يعني. المهم، فمن ساعتها في شبه حصار في محاوله النشر. ولذلك لما اتيحت لي او طلب مني من موقع المصراوي ان انا يعني اكتب مقال اسبوعي، استغلتها فرصه. كان ده في نص 2017 وكان الرئيس الحالي طلع في يناير قال الجمله الصادمه بتاعته الشهيره انه مصر بلد فقير وفقير قوي. قبلها كان برضه بيطلع يقول تصريحات الحقيقه لا ليها علاقه بالاقتصاد ولا ليها علاقه بافق يمتلك الرجل لانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر. على العكس، يعني كان دايما بيتكلم حوالين انه اي خدمه الناس لازم تدفع ثمنها، اجيب لكم منين. يعني تعبيرات الحقيقه كانت صادمه وكاشفه عن تحيز اجتماعي وسياسي خطير وضار. الكلام ده من اللحظه الاولى اللي ظهر فيها التسريبات وهو وزير الدفاع. فالحقيقه انا من اللحظه الاولى ادركت نحن بصدد رجل سوف يعمق الازمه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه في مصر، مش هيحلها، وهيكون جزء من المشكله، بل ربما يكون اكبر من مشكله الارهاب. يعني الارهاب هنواجهه وهنحاربه وننتصر عليه كدوله وكمجتمع، هيكون مشكلته اكبر في محاوله حلها من مشكله الارهاب ذاته. وده اللي سبب بعد كده في الخمس ست سنين اللي تولى بعده. في الكتاب ده انا تناولت فيه الحقيقه عدد من الموضوعات، يعني الكتاب بين ايدين حضراتكم. هقول العناوين بسرعه. مثلا تمويل مشروع تفريعه قناه السويس، تكشف مبكرا عن نمط الاداره العسكريه. لما طرحوا مشروع تفريعه قناه السويس الجديده كان في فكرتين مطروحين في الجدل العام، وقفلوا على طول الجدل العام ده ومشوا في الطريق اللي هم محددينه. الجدل العام ان احنا نعمل اسهم، بس هم ما كانوش عايزين حد يشاركهم. الحقيقه اسهم يساوي جمعيه عموميه، يساوي مناقشه في الميزانيه، يساوي الميزانيه تطرح، يساوي ان الناس المشاركين هتقول اه او لا، وده مش مقبول. فعشان كده خدوا بالصيغه الثانيه انه ياخدوا فائض المتاح لدى الناس سواء مدخرات او كذا، يعني ياخدوها وهم يستثمروا بالطريقه اللي هم قدروا بيها ل 64 مليار جنيه، اللي فيها قدر من الاستعجال والتعجل وقدر من الاهدار غير المبرر. بالمناسبه تفريع قناه السويس، ودايما بقول لكل من اقابلهم ارجعوا للشريط اللي كلف بيه اللي وقف فيه الفريق مميش يعرض الموضوع على رئيس الجمهوريه، فقال له لا سنه واحده
في 2014 اغسطس اظن 2014 ارجعوا تكتشفوا حقيقه هذا الموضوع وحقيقه هذا الرجل اللي بيفكر ازاي. مميش قال انا اتصلت بالرئيس بالليل قلت له يا سياده الرئيس انا بكره هنبدا الحفر في التفريعه الجديده لقناه السويس وهتاخد 3 سنين وكده. قال له طب يلا بالبركه ربنا يوفقكم وبتاع وخلاص وحصل. فمنيش بيكمل بيقول انا الحقيقه احبطت وهو قاعد، يعني هو مش بيقول الكلام ده مع صحفيين والرئيس مش قاعد، الرئيس قاعد. احبطت وقلت يبقى الرئيس مش متحمس للمشروع. لغايه الصبح الساعه 6 الصبح لقيت تليفون الرئيس بيتصل بيا. كبرت في دماغه بالليل، قاعد يفكر فيها كده مع فنجان قهوه مع سجاره حلوه، قاعد يفكر فيها فلقاها كبرت، لا الموضوع ده كبير. فراح متصل بيه الساعه 6 الصبح قال له لا سياده الفريق هات لي الخرايط وتعالى لي تعالى لي بقى. فراح له بقى وهو اكتشف يا اما هو لوحده يعني اكتشفها او حد لفت نظره لها ان دي ممكن تدي ما نسميه مشروعيه الانجاز، انه حاجه يلتف حواليها المصريين ويبقى ممكن ينجزها وبالتالي تؤسس لمشروعيه ابعد شويه من مشروعيه مواجهه الارهاب، وان هو اللي يتبنى المشروع ويبقى هو اللي في قلب الصوره. وده اللي حصل الحقيقه. وده يبين انه الراجل من الاول ما كانش عنده برنامج لا للمشروع تفريع قناه السويس ولا للتنميه. يعني تنميه محور قناه السويس بالمناسبه ده كان موجود في كل البرامج الاقتصاديه بتاعه المرشحين الرئاسيين في سنه 2012، سواء حمدين او عبد المنعم الفتوح او حتى محمد مرسي او شفيق، كلهم اللي يقرا البرامج بتاعتهم وانا عندي برامجهم كلها يكتشف انه تطوير محور قناه السويس مش التفريعه، لا محور قناه السويس كله كان موجود في العقل التخطيطي او الاستراتيجي للمرشحين في ذلك الوقت. وبالتالي احنا يعني بصدد الشغل بالصدفه مش بالتخطيط. وهكذا شفنا بعد كده، وده اللي عملوه في تفريع قناه السويس. في موضوع الضرائب برضو كان في موقف. مفيش بلد في الدنيا اتبنت بضربة حظ. الجزء الأكبر الجهد التنموي لكل تجارب التنمية حتى بما فيها دول جنوب شرق آسيا اتبنت من موارد محلية، سواء الموارد المحلية دي وفرتها الدولة أو المستثمرين المحليين أو بنظام ضريبي عادل قدر يعظم الإيرادات المتاحة للخزانة العامة للدولة، فقدرت تنشئ مشروعات مش بس بنية أساسية، لأنه الدولة مش مهمتها بس إنها تبني مشروعات بنية أساسية عشان المستثمرين يشتغلوا، ده جزء من دور الدولة، لكن الأصل في الموضوع إن كمان الدولة تبني مشروعات فتحفز دورة الإنتاج والتشغيل، وبالتالي يبقى في إمكانية لإيجاد بيئة تنافسية بين القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص. الحقيقة إنه فوجئنا إنه الخط اللي تم بعد تولي الرئيس الحالي هو التحيز المطلق لنظام ضريبي يتحيز لصالح الأغنياء ورجال المال والمستثمرين. أنا بحط دايما المستثمرين دي بين قوسين، لأنه في الغالب الأعم النمط اللي شفناه من الاستثمار وبصفة خاصة الاستثمار العربي كان نمط أقرب للسماسرة والمضاربون، سواء كانوا في مجال العقارات، في مجال الإعلام، في مجال السياحة، لكن ما كانوش في مجال التنمية، في مجال التصنيع، في مجال التنمية الزراعية. في الغالب العام ما كانوش هم طرف في هذا الموضوع. فاكتشفنا انه نفس الافكار اللي كانت سايده قبل ثوره 25 يناير بيجري تخفيض الواقع الضريبي على المستثمرين ورجال المال والاعمال، خفض الضرائب برغم انه كان منصوص عليها دستوريا اللي هي الضرائب التصاعديه، خفض الضرائب من مقطوعيه 25% الى 22.5%، الغى ال 5% اللي كانت قدرت يعني فرضت بعد ثوره يناير على الدخول اكثر من مليون جنيه في السنه،
اللي هي ضريبه الثروه لمده 3 سنين الغيت ب 5%. انا دكتور الغيت اهو. تعالى دكتور اهو في كراسي اهو في كراسي اهو ما الكراسي هتخش من ورا مش هتلاقي. يلا تعالى ألغيت ال 10% ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو الأرباح المتحققة في نشاط أرباح البورصة. فبالتالي في الوقت اللي كان بيتم فيه ده تحت عنوان نفس الشماعة اللي نهبت فيها مصر على مدار ال 40 سنة الأخيرة، اللي هي فكرة جذب الاستثمار والمستثمرين، ما نطفش الاستثمار والمستثمرين، نشجع الاستثمار والمستثمرين. تحت هذه اليافطة حدث يعني جريمة مروعة يعني، وبالأرقام هيأتي وقت شرحها وعرضها على حضراتكم. وبالتالي نفس الشعار بدأ يطرح مرة تانية، تشجيع الاستثمار، فيخفض الوضع الضريبي هنا، وفي نفس الوقت يزود الضرائب سواء ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الاستهلاك أو أي شكل من أو رفع أسعار المشتقات البترولية. وأنا ما بفضلش أسميها رفع الدعم على المشتقات البترولية، لأنه نصف ما يسمى الدعم على المشتقات البترولية والطاقة هو تلاعب محاسبي ليس حقيقيا. يعني الخزانة العامة للدولة ما بتدفعوش، هو حساب افتراضي تم من 2005-2006 لما كان يوسف بطرس غالي وزير للمالية وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. المهم انه بدأنا نشوف سياسات ضريبية تتحيز لصالح الأغنياء وعلى حساب الفقراء. ده برضو متعرض له شوية بالتفصيل في الكتاب. متعرض لما يسمى حقيقة الدعم للمنتجات البترولية والطاقة والتلاعب المحاسبي اللي تم، لأنه وفقا للتعريف العلمي للدعم هو الفارق اللي بتتحمله الخزانة العامة، يعني بتدفعه الخزانة العامة مش افتراضي، لا بتدفعه فعلا، ما بين تكاليف إنتاج سلعة أو خدمة محملة بهامش ربح معقول وبين سعر بيعها للجمهور. الفارق ده المفروض هو ده دعم بتتحمله الخزانة العامة. لكن الحقيقة لأن احنا دولة منتجة للبترول ومنتجة للغاز، جزء كبير والسعودية وكذا مستوى مرتفع جدا يكاد يضاهي أقرانهم في أوروبا، لكن مع ذلك سعر هذه المنتجات البترولية منخفض جدا. ولما جم زودوه في الفترة اللي فاتت في الإمارات وفي السعودية زودوه، لكن مستويات الأجور والمرتبات عندهم عالية جدا، وبالتالي يعني ما حاسبوش مواطنيها بما يسمى السعر العالمي، لا برضه بسعر محلي، لأنه تكاليف الإنتاج مختلفة عن تكاليف استخراج برميل بترول في أي دولة غربية. السعودية خفضت لكن حتى لما زودته هي والإمارات من سنتين كده ما حصلتش ضجة، لأنه ده كمان كان أقل من ما يسمى السعر العالمي، بالإضافة إلى أنه المرتبات كمان لمواطنيها يكاد يقاربوا السعر العالمي إلى حد كبير. فأنا يعني برضو في الكتاب بشرح بالظبط بدأت إزاي هذا التلاعب المحاسبي، وقلت إنه ده خطورته إنه استمرار السياسة دي بيؤدي لتصدع في قطاعات الإنتاج الأخرى، وبصفة خاصة قطاع الكهرباء. ليه؟ إحنا قطاع الكهرباء قبل ما يبدأوا فيها اللعبة المحاسبية دي في 2005-2006 كان التكاليف المعلنة لإنتاج كيلو وات ساعة من الكهرباء 14 قرش. بمجرد ما بدأوا يوردوا مستلزمات التشغيل لمحطات الكهرباء، سواء كانت سولار، سواء كان مازوت، سواء كان غاز طبيعي، يوردوه ويحاسبوهم بالسعر العالمي، بدأنا نكتشف قفزات لغايه دلوقتي وصل الى اظن كان 84 قرش للكيلو وات ساعه. اظن دلوقتي وزير الكهرباء بيطلع يتكلم عن جنيه وشويه لتكلفه انتاج كيلو وات ساعه، مش لانه هو بيتكلف فعلا كده، لا، بس لانه جزء من مستلزمات التشغيل اللي بتشتغل بيها دوره انتاج الكهرباء في هذه المحطات بقت تتحاسب بما يسمى السعر العالمي، برغم ان جزء كبير منها احنا بننتجه محليا. يعني احنا مثلا بننتج 63% من السولار محليا، بنستورد بس 37%، بننتج حوالي 50% او اكتر شويه من البنزين، بننتج انبوبه البوتاجاز حوالي 50% وبنستورد ال 50% الثانيه، وهكذا. فبالتالي انهم يحطوا عيش على ام الخير المستورد على المحلي
ويحاسبوه ويضربوه في السعر العالمي ويقولوا لنا بس يبقى واحنا بنبيعه بالسعر في السعر العالمي ويقولوا لنا احنا بنبيعه بالسعر المحلي قد كده والفارق ده دعم، ده شكل من اشكال التحايل المحاسبي انا اشرت له منذ سنوات الحقيقه، وللاسف بعض الاقتصاديين حتى الاقتصاديين الوطنيين ما انتبهوش للموضوع ده، فبقى يعني يتكلموا على نفس المنوال. فهو في الكتاب فيه شرح تفصيلي للموضوع. اهدار الموارد في السلع التموينيه. وانا الحقيقه عامل كتاب كامل عن اسمه حقيقه الدعم وازمه الاقتصاد المصري. منشور سنه 2015 في مركز الاستقلال بتاع الدكتور جمال زهران. واتعاملت مع الدعم في شقين، الجزء الخاص بالسلع التموينيه بكافه انواعها وهم كانوا حوالي 30 مليار وقتها، والجزء الخاص بما يسمى دعم المشتقات البتروليه. شرحت الدعم المشتقات البتروليه واللعب اللي حصل فيه. في موضوع دعم رغيف الخبز اللي هو الجزء الاكبر من دعم السلع التموينيه، نكتشف مثلا ان حصل تلاعب عمله وزير التموين بالاتفاق طبعا مع رئيس الجمهوريه الحالي. ما يقدرش وزير يعمل كده الا بالاتفاق مع رئيس الجمهوريه. اول مره في تاريخ مصر رغيف العيش اللي يعتبر المصدر الاساسي لغذاء المصريين، يعني ممكن يجيب الواحد رغيف وكم حته طعميه وياكل. احيانا في الرغيف يدش بصله مع الرغيف وياكل، يعني الرغيف هو الاساس في الموضوع. لاول مره يجي وزير تموين يخفض وزن رغيف العيش من 130 جرام، لا هي 130 رسم 130، من 130 جرام ل 95 جرام، 95 جرام، وبالتالي يبقى خفض وزن الرغيف الربع. ومع ذلك اكتشفنا انه الدعم بتاع السلع التموينيه بتاع رغيف الخبز بيزيد مش بيقل. وبعد كده تكشف بقى زي ما انتم عارفين الفضيحه بتاعت عمليه التخزين والتشوين وكذا ايام خالد حنفي، واللي مجلس النواب في اول كده طلته الجميله على الشعب المصري في 2016 عمل لجنه تحقيق كبيره، ونزلت حصرت مخالفات في جزء من الموضوع، ما كانتش كملته على مستوى الجمهوريه، كانت كملت في بعض محافظات الدلتا، ما كانتش نزلت كملت الصعيد، وحددت انه حجم الاموال اللي اتسرقت في العمليه دي، يعني تشوين كميه يتقال انها مثلا 100,000 طن وبعدين يتبين انه 30,000 طن، ال 70,000 طن يعني ما دخلوش اصلا، اتسرقوا. حجم الاموال دي اللي قدرها وقتها تقرير لجنه تقصي الحقائق كانت 6 مليار جنيه. طبعا لو كان اكتمل الموضوع، وطبعا وزير التموين كان اللي جايبه احمد الوكيل، هو اللي جايبه يعينه وزير تموين. فاحمد الوكيل اللي هو احد كبار محتكري الرز والسكر والقمح، يعني واحد من كبار مستوردي هذه السلع، ما كانش حد يقدر يجي جنبه. وبالتالي وزير التموين ده بدل ما يتحاكم ويتحاسب باي شكل من الاشكال، محدش سأل، الموضوع انتهى. فده ايضا شكل من اشكال الفساد، اما بالتغطية عليه او بالسكوت عنه. فده جزء من التحايل. وبعدين دورة من لحظة الزراعة اللي هي بيغيب فيها كل معايير التخطيط لدورة زراعية وإنتاج زراعي يقدر يحدد لنا من أول السنة إحنا هننتج قد إيه وهيبقى ناقصنا قد إيه، ونقدر من الأول نتعاقد عليه مبكرا إزاي. وبالتالي يبقى الهدف في موضوع التعاقد والتجار اللي بيستوردوا هذه الأشياء أقل ما يمكن، من أول الزراعة لغاية عمليات النقل، لغاية عمليات الطحن، لغاية نقلها مرة تانية لصالح المخابز والتوزيع. كل الدورة دي كلها فساد. الرقابة الإدارية قدرته في سنة 2015 بحوالي 7 مليار جنيه في موضوع الخبز بس، في الجزء الخاص بالمخابز. ما كانتش استكملت دورة الانتاج الخاص برغيف العيش، من اول عمليات النقل من المزارع للشون للصوامع وبعدين نقلها مرة تانية للمطاحن الى اخره. كانت قدرت حجم الهدر المالي ب7 مليار جنيه.
باختصار احنا تقريبا حوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بيجري اهداره في عمليات فساد وعدم كفاءه. الاثنين دول مستويين في التعامل والتحليل مع قضايانا الاقتصاديه. في جزء بنضيعه بسبب ضعف الكفاءه لمن يديرون هذه الموارد، او بسبب جماعات المصالح ولوب المصالح والجماعات المافيا اللي هي اقرب للمافيا بصفه خاصه في قطاعات حساسه زي قطاعات البترول والغاز والزراعه وغيرها من المجالات. فده برضه الكتاب اتعرض في موضوع الفساد. يعني برضه كان في مقال في الكتاب حوالين هل الرئيس يريد محاربة الفساد، وإذا كان عايز يحارب الفساد يعمل إيه؟ برضه الكلام ده يعني مكتوب مبكرا، لأنه أنا ما كنتش واخد موقف معادي له، لكن يعني أدينا بنقدم أفكار، لأنه بعض الناس يقول لك طب ما أنتم ما قلتوش الأفكار دي، ما ممكن يعني كانوا هم استفادوا، طب هم مش عارفين. لا قدمنا، بس في فرق بين إنك أنت تقدم وتنشر على الرأي العام وجهات نظرك، وبين إنك تروح علشان تبقى متسول عناية أو اهتمام من جانب مسؤول. أنا عمري ما خبطت أبدا أبدا، حتى لما عرض عليا في 2008 إنك تيجي تدخل لجنة السياسات وبتاع وتمسك منصب أيا كان المنصب، يعني صغير كبير، لكن لما عرض الكلام ده طبعا رفضت، لأن موقفي من النظام محدد. فالنظام اللي بعده جه رغم إن أنا ما كنتش معادي له من اللحظة الأولى، مش معاه لكن مش معادي له، لكن في نفس الوقت ما بروحش اخبط على حد، بنشر افكاري سواء في كتب سامي الجميل مساء الفل، بنشر سواء في كتب او مقالات لو اتيح ليا. هم قفلوا المقالات، فما فيش عندي وسيله غير اني انشر كتب واقول فيها وجهه نظري واقول فيها ازاي نحل مشاكلنا الاقتصاديه. لو كانوا جادين انا لا استهدف من ده، لا وانا بقول الافكار دي ان حد يجي يقول لي تعالى امسك كذا ولا لا خالص، ولا ده يعنيني. انا يعنيني ان البلد تخرج من الخنقه اللي فيها. الكلام ده قلته ايام مرسي وقلته بعد مرسي وبقوله في كل حته، انه الاهم والعبره زي ما الدكتور ممدوح حمزه كده بيعمل كتب وحوالين مشروعات التنميه، والحقيقه عامل جهد هايل لازم الشعب المصري كله يطلع عليه. فربما انا بكمله في الجزء المالي والاقتصادي، لكن هو في مجال منظور التنميه عامل حاجه هايله الحقيقه، انا بحيي عليه. فبرضه في موضوع الفساد قدمنا مجموعه افكار ازاي نفكك الفساد. اتبنى في مصر على مدار ال 40 سنه الاخيره كانه مهندس قاعد بيصمم وبيخطط كده ازاي يبني العماره دي، اساسها ازاي ويطلع بيها ازاي وعمدانها قد ايه، تتحمل قد ايه، يعني مفيش هزار، ما كانوش بيهزروا الحقيقه. فقلنا ازاي تتفكك البنيه دي من اول مراجعه التشريعات، استقلال السلطه القضائيه ازاي، المواقع الرئيسيه للدوله لازم تيجي بالانتخاب، لانه يبقى ولاء القياده، اي قياده من اول رئيس الجمهوريه لغايه الوزراء والمسؤولين على كافه المستويات، يبقى ولائهم المحافظين ولائهم للناس اللي جابتهم، مش لجهاز الامن اللي رشحهم او اللواء الفلاني او المسؤول الفلاني اللي اوصى بيه او قريبه في الجهه الفلانيه، لا، ولاؤه للمواطنين والناس هتحكم على ادائه. فبالتالي في منظومه كامله من 11 عنصر ذكرتها في الكتاب ازاي يتم تفكيك ركائز دوله الفساد في مجال الاجور والمرتبات، في مجال نزاهه الانتخابات، استقلال السلطه القضائيه تماما وابعادها عن المعترك السياسي نهائي. دي اكبر جريمه بترتكب في حق، مش في حق مصر النهارده، في حق مصر لمده 100 سنه جايه، لغايه ما يجري تطهير البنيه القضائيه دي اللي جرى اختراقها وتطويعها لاهواء سياسيه، علشان تقدر تخلصها من هذه الجرثومه. هتاخد سنوات طويله حتى لما تيجي سلطه وطنيه، يعني سلطه وطنيه عندها رغبه حقيقيه في محاربه الفساد والتخلص منه. قدمت في المقال ده ازاي نفكك ركائز دوله الفساد. قطاع البترول ده من اهم القطاعات اللي جرى نهبها بلا رحمه الحقيقه، بلا رحمه، اما بسبب عدم كفاءه الاطراف اللي بيديروا قطاع البترول، عدم كفاءتهم في التعامل مع شركاء دوليين كبار لديهم خبره، شركات دوليه كبيره لها خبرات في مجال التنقيب والبحث والتسويق والتوزيع للمنتجات البتروليه والغازيه،
وبالتالي عندها خبرات في التفاوض وفي إدارة هذه الموارد، إما بضعف كفاءة من يديرون هذا المورد في مصر، سواء كان في هيئة البترول أو وزارة البترول أو الشركات القابضة بعد كده لما ظهرت حكاية الشركات القابضة بعد سنة 2000، أو بسبب الفساد. الفساد سوسة نخرت في القطاع ده مبكرا الحقيقة. وكلنا نفتكر أستاذنا المرحوم الدكتور حلمي مراد لما كتب سلسلة مقالات في جريدة الشعب زمان حوالين الفساد في قطاع البترول، وجمعوا ونشروا في كتاب عن دار العارف سنة 86 أو 88 كتاب صغير كده. بس الدكتور حلمي مراد كان مهتم بوقائع الفساد. أنا في كتابي اللي أنا طلعته سنة 2017 عن هيئة الكتاب، والحمد لله إنه ما خدوش بالهم منه، يعني إنه اسمه أين البترول والغاز المصري، كتاب ضخم حوالي 350 صفحة. كنت مهتم أهم من الوقائع، وأنا جايب وقائع للفساد، لكن أهم من الوقائع كنت بركز على الآليات اللي بتخلق عمليات نهب الثروة البترولية والغازية. إزاي؟ طريقة التعاقد إزاي؟ بنود العقد بتبقى إزاي بتسهل للشريك الأجنبي؟ بند استرداد التكاليف، استرداد الأصول، الإتاوة، عناصر أساسية في العقود بتاعة قطاع البترول. لما أنت بتتساهل مع الطرف الأجنبي إما بسبب عدم كفاءتك أو بسبب فسادك، أنت يعني بتتربح من وراء الموضوع باتفاقات عمولات ورشة مع الشركاء الأجانب، بتخسرنا مبالغ ضخمة. في 5 عقود بس، 2 مع الأردن، وواحد مع إسرائيل، وواحد مع شركة جاز دو فرانس، وواحد مع شركة فينيون يونيون فينوزا اللي عملوا التسهيل في دمياط. ما دي ليها ودي ليها، واحد في دمياط واحد في ايدكم الاثنين. مع معامل التكرير دول اللي عمالين يقولوا دلوقتي انه عندنا معامل تكرير وهنبقى مركز لكذا. الناس ما تعرفش ان مصر ملهاش حصه في المعامل دي الا 20% هنا و20% هنا. الباقي 80% هنا و80% بيملكهم اجانب، سواء الشركه الاسبانيه بالتحالف مع شركه ايطاليه، او هنا الشركه الفرنسيه بالتحالف مع شركه انجليزيه. هم اللي مسيطرين وهم اللي دفعوا الحكومه المصريه للتفاوض مع اسرائيل للحصول على الغاز، لانهم كانوا رافعين قضيه تحكيم. المهم انه ال5 تعاقدات دول بس من سنه 2000 لغايه 2012، لغايه ما توقف تقريبا تصدير الغاز لاسرائيل وللاردن ولمعامل التكرير، او انخفض للمعملين التكرير يعني لغايه ما توقف تقريبا بعدها بسنه او كده 2013، خسرنا 50 مليار دولار في ال5 تعاقدات دول من سنه 2000 ولما بدا التوريد 2003 و2005، واسرائيل بدا التوريد 2008 لغايه ما توقف 2012. احنا خسرنا 50 مليار دولار بسبب ان احنا كنا بنبيع وقت ما كانت روسيا بتبيع لاوكرانيا، اللي هي وقتها كان الاسطول الروسي في حضن القرم، يعني تحت سيطره اوكرانيا، فكان بتديها تخفيض وديسكاونت، كان بتدولها ب$6 للمليون وحده حراريه. احنا كنا بنبيع لاسرائيل الاول ب75 سنت، ثم لما حصلت ضجه بقت ب1.5، ثم بقت ب3.5، بقى ياخدها حسين سالم ب3.5 ويبيعها هو ب4.25 للمليون وحده حراريه لاسرائيل. والاردن كانت برضه عقد سيء جدا، عقدين مع الاردن كانوا سيئين. المهم كانت بتبيع ب8 نفس الاسبوع اللي مصر باعت. السوق الدوليه كانت بتباع ب9، روسيا كانت بتديه بتخفيض ديسكاونت لاوكرانيا ب$6 للمليون وحده حراريه. احنا كنا فنجريه ولغايه دلوقتي احنا فنجريه. احنا مثلا في حقل ظهر اللي اتعمل عليه ضجه ضخمه، تنازلنا عن حقنا في الاتاوه دي. كل عقود الدنيا بتاخد اول ما الشركه تشتغل تنقب تلاقي على طول بيبدا العقد، اول حاجه في العقد اتاوه. كنا بناخد 15 وجم من منتصف التسعينات خفضوها، يعني عصابه البترول عندنا ومع الرئيس مبارك ومع العصابه بتاعه البترول بتاعتنا عشان تسهل وتجذب الاستثمار والمستثمرين، خفضتها خلتها 10%. في حقل ظهر اختفى تماما الاتاوه دي حصه الدوله المنتجه، بتطلع كده من اي حساب 10% او 15%،
دي حصتنا بتاخدها الدوله، وبعدين بقى تعالى يا عم نتحاسب، انت هتاخد حصتك قد ايه واحنا هناخد قد ايه، انت هتاخد استرداد التكاليف على كام سنه وازاي، وبعدها حصتنا تزيد قد ايه، وهكذا. يبقى في حسبه معينه، الاصول هنستردها، كل الكلام ده، كل ده للاسف الشديد كان في تساهل في التعامل مع الشركاء الاجانب، فخسرتنا مبالغ كبيره جدا. بعض الارقام هتلاقوها موجوده في الكتاب ده، والبعض الثاني بالتفصيل اكتر كان في كتاب هل مصر بلد فقير حقا اللي هو اتصادر ده. وبالمناسبه يعني بعد ما خرجت باسبوع كده يعني عرض عليا، قالوا لي لو عايز تطبعه احنا ما عندناش ناس، ده كان الشعب المصري كله وراه يا دكتور. هم قالوا لي احنا عملنا لك دعايه ب1,000,000 جنيه، ده الامن الوطني بالنسبه لي. دكتور بتقول البترول الغاز الطبيعي خلص، مش موجود اصلا في الاسواق. مخبينه في لا بتاع صدقني البترول والغاز الطبيعي ما ادونوش فلوس والله ولا بيحاسبوني. هم مصابين بعد موضوعتين. حفل توقيعه كان في دار الكتاب في اه انا عندي نسخه فقالوا لي احنا ما عندناش مانع انك انت تطبع كده، عندنا بس شرطين. الشرط الاولاني غير عنوان الكتاب، لان العنوان ده خابط على طول في وش الرئيس. طب بتكتب عنوان جديد وتكتب تحتيه سابقا زي شارع ولا حاجه ثانيه غير سابقا. ده عاوز يغزو الشرط الثاني ايه؟ غير المقدمه، لان هي الكتاب اللي جوه محدش ياخد باله. صدم الشعب المصري بتصريح السيد كذا الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في يناير بانه نحن بلد فقير وهكذا يعني. بس شيء هو ايه ده اهم حاجه في الكتاب. انا طبعا مش هعمل ده لان هو بس انا لا انا استريحت الجمله استنوني هقول بس هو هيبقى اسمه المطار السري. لو نزلت باسم الدين هيتعرف. لا انا سالت استاذ صنع الله واحنا بنتكلم مع بعض قلت له قول لي حصل كذا ايه رايك؟ ده الكتاب ده دخل التاريخ، العنوان وكده دخل التاريخ. ايوه سمع الله. وانا استأنست بالرأي ده واستريحت له، ضميري استريح له خلاص. قال لي ده عامل زي كده ايه لما تقول في الشعر الجاهلي طه حسين ومعركته الشهيره، علي عبد الرازق الاسلام واصول الحكم دخل التاريخ عشان معركته، فده دخل التاريخ ومعركته وهيتنشر يعني، سواء هيتنشر في مصر هيتنشر بره مصر هيتنشر يعني. حاجه ثانيه هو المقدمه غير العنوان والمقدمه وهم بالمناسبه وانا معاهم قلت لهم بصوا طبعا هم عرفوا، انا كمان ما كنتش عارف ان المساله وصلت كده. انا اللي بيجي لي لغايه ايه بقى؟ لا مش جوه لا بعد ما خرجت من القصر وقالوا عايزين نقعد معاكم وخدوني بالحضن الناس حاجه. المهم اصحاب خالص. المهم قلت لهم بصوا انا شغلتي ان انا قلت لهم شغلتي ان انا احلل الحقائق الاقتصاديه واقدم كتب، مالكوش دعوه بكتبي. عندي صوتك يا دكتور. قلت لهم يعني ايه انا شغلتي ان انا محلل اقتصادي وبكتب كتب في مجال الاقتصاد وبقدم رؤيه وسياسات بديله للي بيتم. مالكوش دعوه بكتبي وانا ماليش دعوه بالراجل بتاعكم، يعني انتوا حرين فيه. انا وبعدين انتوا خدوا بالكم ان انتوا بتألهوه، وده مصر في النهايه اللي هتشربه، يعني ما تكرروش نفس الخطا بتاع حسني مبارك. هي يعني طب كتاب ايه؟ قلت لهم في كتاب اسمه السياسات الاقتصاديه البديله. انا عايز ازاي السياسات الاقتصاديه البديله، وهيطبع عند الاستاذ صنع الله ابراهيم. كنت انا اتفقت مع الاستاذ صنع الله ابراهيم خلاص على الطباعه. قالوا لا خلاص مالناش دعوه بتاع. فاحنا كنا الكتاب ده بنسابق فيه الزمن وبنتحدى. انا الحقيقه بتحدى، يعني حطيته من باب تحدي روحي انا، انه عشان ما حدش يتصور للحظه لبرهه ان انا تراجعت او توقفت او انه براجع حساباتي. لا، على طول انا عندي ماده والماده تسمح بانها تتنشر ككتاب، على طول قدمته علشان يتنشر. وعشان كده ده كان اسرع كتاب بعد الحبس على طول، مفيش شهر وكان الكتاب تقريبا بين ايديكم.
فيعني اتمنى انه يكون في حاجات مفيده. طبعا في تفاصيل حوالين مقترحات لاعاده هيكله الموازنه العامه للدوله بالتفصيل. اقتصاد الكرتونه ده مقال برضو او دراسه عملتها للرد على القائلين بانه اقتصاد الكرتونه او اللي احنا كنا بنقول عليها ازايز الزيت والرز وبتاع اللي كان بيقدمها تنظيم الاخوان المسلمين والجماعات السلفيه للفقراء. الحقيقه ان دي ظاهره مش خاصه بيهم، حتى لما هم اختفوا من المسرح السياسي النهارده مؤسسات الدوله هي اللي بتعمل كده، الشرطه والجيش هي اللي بتنزل تعمل ده. اذا الظاهره دي مرتبطه بغياب شبكات للامان الاجتماعي للفقراء، والشبكات الامان الاجتماعي مش انك انت تديله مبلغ كل شهر في برنامج كرامه وتكافل والكلام، لا. التنميه الحقيقيه ان هؤلاء يبقى لهم فرص للعمل، والعمل يعني معناه انه يحققوا دخول بشكل كريم، وبالتالي دوره الانتاج والتشغيل والطلب في السوق تشتغل. لكن تدي مبالغ سواء كانت كبيره او صغيره او توزع كرتونه كل مناسبه في رمضان او في العيد او كذا، ده يعكس خلل في العقل اللي بيدير مفاهيم التنميه في المجتمع. فده برضو تعرضت لها. مش خلل، هو ممكن يبقى مقصود، سواء كان مقصود منهم او محاوله لتعويض غياب تنظيم الاخوان المسلمين، لان الاخوان المسلمين كان تنظيم مليان قوي. يعني في كتابي اللي هو اقتصاديات جماعه الاخوان المسلمين تبين، وانا فوجئت بالنتيجه دي لما اشتغلت في الكتاب، تبين انه تنظيم الاخوان المسلمين كان ايراداته في سنه 2012 اللي عملت عليها التحليل كانت ما بين 6.5 إلى 7 مليار جنيه. تنظيم يمتلك ده، ونفقاته كانت في حدود 3.5 مليار جنيه، والباقي بيعيد تشغيله مره ثانيه. ولذلك التنظيم ده بموارده الكبيره كان قادر على انه يدخل يملى الفراغ اللي الدوله انسحبت منه من 75. من اول ما الدوله بدات ترفع ايديها من ايام انور السادات وتقول تخفيف العبء عن الدوله وتخفيف العبء عن موازنه الدوله واحنا مش قادرين وكل الكلام ده، على طول كانها كانت اشاره الضوء الاخضر هذه التنظيمات. مش الاخوان بس، والسلفيين بيعملوا كده. المساجد كلها اللي مسيطرين عليها دي احد المنصات للتواصل مع الفقراء واستغلال فقرهم في انهم يقدموا لهم الدعم. وحد يقول لك بقى طب ما بيقدموا دعم كتر خيرهم، لا، ده هم بيأبدوا بالوضع ده، بيأبدوا اوضاع الفقر ويخلوها تستمر والناس تستكين بفكره الكرتونه وكذا. هو ده اللي مقصود. بالظبط. لا، وتعزيز الانتماء بقى يعني للي هيجيب لهم بالظبط. هم كانوا بيستخدموهم ايام الاخوان، مش جزء من التنميه، بالظبط، مش وبيستخدموهم في الانتخابات. هم دول اللي بينزلوا طوابير ويقفوا وحاجات بالشكل ده، مش بس عشان بياخدوا مبالغ ماليه، لا، لانه في ناس بقالهم سنين كل مناسبه بتبعت لهم كرتونه فيها كذا. الجيش والشرطه للاسف بيعمل ده ومش واخد باله انه ده ترقيع لظاهره الفقر، مش محاربه لظاهره الفقر. محاربه الفقر محتاجه استراتيجيه مختلفه تماما، في القلب منها فكره التخطيط والتنميه والتصنيع وهكذا. اخر حاجه روشته البديل الاقتصادي، وهي بالتفصيل موجوده طبعا، يعني لو احتجتوا ان احنا نناقشها علشان بس اسيب فرصه، لان انا اتكلمت بقالي اكتر من ساعه الا ربع اهو، فاسيب فرصه للمناقشه. انا عايزه اقول حاجه.